هو ليه جمال عبد الحميد كل ما يستضافوه في برنامج كده تحس لازم يزق ريحة الأهلي في الموضوع، في البرنامج، في الحوار. وكمان لما يكون كمان معاه مين، حد زي مدحت شلبي كده، طبعا بيحط له شطة كده وخل وليمون يعني المهم يخلي كلامه يبقى طعم جدا. بس الموضوع اللي بيتكلم فيه جمال عبد الحميد، المشكلة بيتكلم فيه من ساعة ما مشي من النادي الأهلي، فهو الكلام مفيش جديد، نفس القصة بيحكيها في البرنامج دون، يجي في البرنامج دون يحكيها، يجي مع مدحت شلبي يحكيها، يحط له عليها شوية شطة وبهارات عشان تحل الكلام من جديد. إنما بالنسبة للنادي الأهلي، النادي الأهلي ما بيبيعش رجاله، النادي الأهلي ما بيبيعش أبنائه اللي بيبيعوا نفسهم من النادي الأهلي، امثال صالح جمعه وناس كتير، وانت منهم طبعا كابتن جمال عبد الحميد. فما تلومش النادي الاهلي، لوم نفسك. في ناس كانت، شريف عبد الفضيل كان نفس القصه، مصاب واصابه اقوى منه، لما رجع النادي الاهلي رجع والتزم وكمل مع النادي الاهلي. حضرتك رجعت من الاصابه ما التزمتش مع نفسك، ما التزمتش مع النادي الاهلي. اذا النادي الاهلي بيضحي باللي هم مضحين بيه، مش باللي هم ماشيين معاه صح. النادي الاهلي قلعه كبيره، ما تسيبش رجالها تحت اي ظرف، رجالها هم اللي ممكن يحيدوا عنها، فبالتالي اكيد النادي الاهلي هيقول لك مع السلامه لانك حد من الطريق الصحيح مع النادي الاهلي. بالنهايه بقول لكابتن جمال عبد الحميد، مش كل برنامج يستضيفوك فيه تتكلم على قصتك مع النادي الاهلي. خلاص قصتك الناس حفظتها وفهمت النادي الاهلي مشاك ليه، او انت حضرتك مشيت ليه من النادي الاهلي. فالنادي الاهلي عشان هو كبير وعظيم مش عاوز يقول انا استغنيت على جمال عبد الحميد ليه.